السلام عليكم يا فنديه. بيقول لك الجواب بيبان من عنوانه، بس العربيه دي بالذات لما تيجي تبص لها تحس انها صندوقيه في نفسها قوي، وكل حاجه فيها مظبوبه ومستطيله كانها مقلوبه من قالب كيكه. بس الجواب ده تحديدا عنوانه مختلف خالص عن مضمونه، لان تحت القالب الجمال غالب. ودي جمله ملهاش اي 30 لازمه غير ان ما كنتش لاقي قفله للكلام. المهم يعني النهارده عايزين نتكلم عن هيونداي سانتا في، العربيه العائليه، ونقول تحديدا ايه اهم مميزاتها واهم عيوبها، وتشتريها امتى وما تشتريهاش امتى. فيلا بينا. ده الجيل الخامس من هيونداي سانتا في، وسانتا في عربيه مش ناجحه ومش معروفه قوي في مصر، ولكن بره ليها باع طويل جدا ومبيعات بالملايين في العالم كله. هي عربيه عائليه ميد سايز كروس اوفر متوسط الحجم. وزي ما قلت لك العربيه مركزه بشكل كبير على فكره العائلات دي، وفي تضارب في الاراء كبير جدا في شكل العربيه دي. في ناس شايفه انها وحشه قوي، وفي ناس شايفه انها عربيه شكلها مختلف وملفته جدا للنظر. وانا شخصيا كنت مستغرب من ردود الافعال اللي جات لي لما وريت العربيه للناس في الستوريز. فتابعوا برضو الستوريز عشان تشوفوا الحاجات اللي بتحصل قبل الريفيو ما ينزل. المهم لو انت جبت العربيه دي سواء عاجبك شكلها او مش عاجبك شكلها وعايز تحافظ على الشكل المختلف بتاعها ده، ممكن تبص على افلام الحمايه بتاع كاربرجيني. ده اكتر مكان بنصح انك تركب منه افلام حمايه لعربيتك عشان تحمي الدهان وتحافظ على الرونق بتاعه وتحميه من المشاكل اللي بتحصل على الطريق، سواء كنت موجود في مصر او في السعوديه او دبي. هم عندهم فروع بيشتغلوا خامات ممتازه وناس عندها احترافيه عاليه جدا في الشغل. فبص على اللينك اللي موجود تحت الفيديو عشان تعرف اكتر ازاي تتواصل معاهم والعروض اللي موجوده عندهم. طيب سانتا في ايه المميز فيها من بره؟ هيونداي بتحب اسمها جدا، فخدت حرف الاتش اللي موجود هنا ده حطيته في كل حته في العربيه، موجود في الفوانيس، موجود في الشبكه اللي قدام، موجود حتى جوه الكابينه في كل اجزاء الكابينه من جوه. والعربيه على قد ما تصميمها يبان صندوقي جدا وشكله مش حلو الناس كتير، على قد ما الفكره بتاعه التصميم دي وراها هدف مهم جدا، وهو ان العربيه من جوه يكون السقف بتاعها عالي لغايه اخر كنبه ورا، فده يدي مساحات كتيره للناس اللي قاعده جوه. وحقيقي المساحات جوه العربيه مختلفه جدا. الصف الاول واسع جدا وكبير جدا، الصف الثاني من الكراسي معمول هنا كابتن سيتس، الكراسي منفصله عن بعضها فالاثنين اللي قاعدين يقعدوا مرتاحين ومفخدين على الاخر. حتى الصف الثالث من الكراسي ممكن يقعد فيه اشخاص بالغين عادي جدا، لان مساحه الارجل اللي موجوده فيه كبيره، ومساحه الراس كمان كبيره جدا، فاللي يقعد ورا يبقى قاعد مرتاح. وفوق كل ده ورا الصف الثالث عندك مساحه شنطه كبيره بتاخد 410 لتر، والكراسي كلها مفتوحه بتاخد اكتر من كده بكتير كمان لو الكراسي اللي ورا مقفوله. وممكن تقفل الكراسي دي من الزراير اللي ورا في الشنطه. والعربيه فيها حاجات كتير وتجهيزات كتير جدا من جوه، بتبدا من اول الشاحن الوايرلس اللي بياخد موبايلين، وفي عندك نظام كده بيطهر الموبايلات اللي موجوده ويطهر الحاجات اللي موجوده في الحته اللي في النص دي بالاشعه الفوق بنفسجيه، فدي حاجه متقدمه جدا. عندك برضو تكييف اوتوماتيك، العربيه ليه شاشه منفصله لوحده خالص، وفي تحكم ثنائي، وعندك فتحات تكييف كتيره جدا موجوده جوه العربيه لغايه السقف الثالث ورا. عندك ساوند سيستم من بوز هايل جوه العربيه، ساوند سيستم هايل فعلا، حلوه قوي بقى الاجواء الرحلات والعيله الكبيره والكلام ده. العربيه فيها تجهيزات رهيبه من جوه، الكراسي بتاعتها مريحه جدا، المساحات اللي جواها واسعه جدا، الكراسي نفسها فيها تسخين حتى في الكنبه الثانيه، الكراسي اللي قدام فيها تحكم كهربائي وفيها ميموري. العربيه مدججه بكامل التجهيزات من جوه، فيها ابل كار بلاي وايرلس واندرويد اوتو، فيها فتحه سقف للكرسيين اللي قدام، وفيها بانوراما للناس اللي قاعده ورا. فالعربيه فيها كل اللي انت محتاجه، حتى التحكم في التكييف موجود لغايه الصف الثالث عشان الناس ما تقعدش تتخانق مين بردان ومين حران. بس اهم من كل الكلام ده ان العربيه كمان تجربه سواقتها مميزه جدا. سيبك بقى من الخناقه بتاعه الشكل من بره دي، تعالوا اقول لكم العربيه سواقتها عامله ازاي. امتلاك عربيه كبيره تجربه مختلفه، عامله كده زي الفرق ما بين الشقه والفيلا، وهتدرك الفرق ده كويس لما يجي لك بتاع الدليفري بالاكل وتقعد قدام التلفزيون عشان تشغله، وبعدين تلاقي الريموت مش موجود فتدوخ على الريموت في الفيلا كلها لغايه ما في الاخر تقرر انك تاكل الاكل وانت قاعد تتفرج على تيك توك ولا تتفرج على اي حاجه ثانيه. ده الفرق الكبير جدا ما بين الشقه والفيلا. صحيح هي مساحه كبيره بتديك وسع كتير وبتخلي الناس كلها قاعده مرتاحه، ولكن في اوقات معينه وفي ظروف معينه كده هتدرك ان الحجم الكبير ده ليه ثمنه. فركوب العربيات الكبيره ليه هيبه وانت داخل على الناس، وليه مزايا كتير جدا، ولكن فكره انك داخل كعمده بال 12 فدان بتوعك على 4 عجلات ده موضوع مش سهل، وطول الوقت انت شايل وراك الفدادين دي كلها، انت شايف المساحه اللي ورايا عامله ازاي، فاحيانا بتحس بالوحده، احيانا بتاخد بالك انك وراك كراسي فاضيه كتير جدا، ولو الكراسي دي مليانه بتلاقي نفسك مش شايف كويس من الطريق. وهيونداي عملوا فكره حلوه جدا ان هم حطوا كاميرا ورا على سقف العربيه بتشوف منها اللي بيحصل وراك عن طريق المرايه اللي في النص دي اللي بتقلب ما بين مرايه وشاشه، ودي كانت فكره لذيذه عشان تحسن موضوع مساحات الرؤيه ده.
وعامه مساحات الرؤيه في العربيه كويسه جدا، عندك مساحات زجاجيه كبيره جدا، عندك مساحات حلوه للناس اللي ورا سواء في البانوراما الثانيه اللي موجوده ورا او في الشبابيك اللي في الجنب، عشان دي عربيه عائليه فالمفروض ان هم يتفرجوا على الطريق وانت ماشيين. عندك بلايند سبوت اسيست عشان تشوف بيها اللي بيحصل جنب العربيه في النقط العاميه والحاجات دي. وفي نفس الوقت القايم اللي موجود قدام على قد ما هو قايم كبير على قد ما هم حاطين شراعه صغيره فيه كده عشان تقلل النقطه العاميه اللي فيه. فعامه العربيه من جوه تحسها رحبه جدا، مش بس الوسع اللي فيها، كمان بمساحات الزجاج اللي موجود فيها كبيره جدا واللي بتحسن رؤيتك في كل الاحوال. حتى وضعيه السواقه في العربيه معموله بمعلمه جدا، انت عايز توطي الكرسي تمام، انت عايز تعلي الكرسي تمام، في كل الوضعيات هتلاقي حاجه تناسبك وتحس ان الشات لفه ناحيتك من الجنب كده، فسهل انك توصل فيها للي انت عايزه. والادوات كلها اللي انت بتستخدمها موجوده تحت ايدك، سواء التكييف او الزراير او حتى التحكمات بتاعه الشاشه. مش صعب انك تبقى قاعد في وضعيه مرتاحه ولورا كده ومش طايل اي حاجه في العربيه. والاهم في كل ده الكراسي المريحه جدا بتاعت العربيه، تحس انها معموله على مقاسات جسمك بالظبط. والاهم ودي حاجه لازم اذكرها في ريفيو، هي الاكستنشن اللي موجود في كرسي السواق اللي قدام ده، اللي بتسند عليه سمانه رجلك وانت سايق. ويا الله على الاختراع ده، انا محتاج ان انا اشكر كل مهندس جدع في هيونداي فكر فكره الاكستنشن ده للكرسي بتاع السواق. انا سمانه رجلي بتشكركم واحد واحد. وال10 ايام اللي جربت فيهم العربيه دي كانت اهم حاجه في التجربه بالنسبه لي موضوع سنده السمانه اللي موجوده قدام دي. حقيقي يعني خلينا كل شركات العربيات نجتمع كده ونرمي اي تصميم او اي اكستنشن تاني معمول في كرسي في الزباله ونعمم الموضوع ده، حتى لو هيبقى اوبشن بفلوس. الاكستنشن الموجود هنا بتاع السمانه ده اختراع ما بعد اختراع، ده اهم اختراع دخل في مجال الراحه. سيبك بقى من المساج وسيبك من مش عارف الكراسي اللي بتطير، كل ده يا جدعان حماده. وموضوع السنده بتاعت السمانه دي حماده ثاني خالص. فيعني تحياتي لهذا الكرسي. يعني البتاعه الصغيره جدا دي بتنقل احساس الكرسي ده لانه كنبه في البيت، بس يعني الموضوع في الاحساس بتاع الكنبه ده لا يتعدى بس حته الراحه دي، لان العربيه دي مش كنبه خالص حقيقه. العربيه سانتا في دي شغاله بمنظومه هجين بنزين وكهرباء، فيها موتور بنزين 4 سلندر 1600 سي سي تربو، وفيها موتور كهرباء تاني بيساعد العربيه على اداء احسن وعلى توفير البنزين، وفيها بطاريه صغيره 1.6 كيلو وات ساعه. والقوه الاجماليه للمنظومه دي 235 حصان و367 نيوتن متر من العزم. المنظومه دي كلها متوصله بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات عادي جدا. والعربيه على الرغم ان وزنها كبير جدا مقرب من 2.5 طن، وبعض المصادر بتقول اكتر من كده، بس يعني اظن الصح بتاعها بتاع 2 300 2 200 وكسر حاجه في الرينج ده، لان العربيه على الرغم من حجمها الكبير ووزنها الثقيل بتقدم اداء هايل جدا من 0 ل 100 في 8 ثواني ونص تقريبا، وده رقم ممتاز على العربيه بالحجم ده. وهحط لكم برده التجربه الواقعيه اللي احنا عملناها للتسارع من 0 ل 100 على الشاشه طلعت عامله ازاي. طيب بالنسبه للسرعه القصوى، الحقيقه ان العربيه معايا انا في تجربتي كان اخرها 185 كيلو متر في الساعه، وواضح ان ده حد الكتروني محطوط العربيه. لكن احد الساده المتابعين اللي مالكين العربيه دي قال لي ان العربيه لو بطاريتها مشحونه كويس وانت بتجري بيها العربيه هتزود معاك عن كده، بس انا بصراحه ما جربتش، بس قلت اقول لكم المعلومه دي لعل حد يكون عايز يوصل بيها فوق ال 200 ولا حاجه. طيب بالنسبه لاستهلاك البنزين، الحقيقه ان استهلاك البنزين في العربيه دي هايل جدا، بس في حوار كده. يعني هيونداي بتقول ان الاستهلاك بتاع العربيه في حدود 5.5 لتر كل 100 كيلو، وده رقم ممكن تحققه بالفعل لو انت ساكن على الجبل من فوق وشغلك في اخر الجبل تحت، فانت كل يوم بتدور العربيه وتنزل من البيت ما بتدوس بنزين خالص وبتاخدها زحلقه من فوق الجبل لغايه تحت. لكن في الحياه الواقعيه اللي احنا عايشين فيها اللي غالبا شغلك مش تحت الجبل على طول ومحتاج تدوس بنزين، فانت مش توصل الارقام دي، انت توصل لحدود 7 لتر كل 100 كيلو متر، او ممكن يوصل كمان لو انت رجلك تقيله شويه ل 8 لتر كل 100 كيلو متر. ولكن في حاله السواقه العنيفه وانت بتدوس على وش العربيه كانك واخدها من حد تخليص حق وبتحاول تاخد بقيه فلوسك كلها دعك في العربيه، فانت في اقصى واسوأ انواع القياده هتوصل ل 10 لتر كل 100 كيلو متر. لو انت ماشي مثلا على 170 ولا حاجه مش هتجيب اكتر من الرقم ده، اخرك 10 ونص لتر لكل 100 كيلو. فبالنسبه لوزن العربيه وحجمها استهلاك العربيه كويس قوي، مش الارقام الرسميه المعلنه ولكن هو استهلاك هايل في كل الاحوال. والمنظومه الهجينه اللي موجوده في العربيه بتساهم في ده بشكل كبير، ومش بس في استهلاك البنزين، في الاداء كمان. الاداء بتاع العربيه ممتاز جدا، ولكن ما تخليش الارقام تخدعك ان العربيه دي عربيه رياضيه خالص. ال6 كراسي اللي في العربيه كلهم بينطقوا ان العربيه دي عربيه عائليه في كل الاحوال، ماهاش بتاعه جري خالص. ولكن
مش هتحط في اي موقف وتحس العربيه معجزه معاك، مش تبقى محمل في العربيه كتير وشايل شنط وطالع بيها مطلع او مسافر بيها سفريه وعايز تجري وتحس ان العربيه ما بتأديش معاك كويس. مفيش اي طريق ممكن تمشي عليه ايا كان الهواء عكسك ولا معاك ولا الكلام ده لما تلاقي العربيه بتشتغل معاك بشكل كويس جدا. فالاداء عامه متغطي في العربيه بشكل كويس قوي. نظام التعليق كمان في العربيه بيديك مستوى ثبات هايل، فالعربيه في الحته دي بقى كنبه قوي بقى، يعني العربيه ثابته جدا، العربيه عندها قدره انها تمشي على السرعات العاليه بدون اي مشاكل خالص. دايما تحس انك متحكم في العربيه بشكل هايل وعارف توجهها كويس، ما عندكش اي مشاكل حتى في المناوره السريعه على الطريق لو حد طلع قدامك ولا كلام من ده. واداء الفرامل في العربيه كمان ممتاز. العربيه بالمناسبه على قد ما هي عربيه مريحه جدا في راحه الكراسي وفي العزل الصوتي والحاجات اللي لسه هنتكلم عنها دي، على قد ما عربيه فيها سنه نشوفيه شويه عشان يسيطروا على الطول بتاعها. فالعربيه بتمتص النور مطبات بشكل كويس، ولكن بتسمع صوت او بتحس سنه بحته لما يكون في حفره او حاجه انها دبت سنه في العربيه. الموضوع ده محسوس الى حد ما، ولكن مفيش اي وقت ما ماشي بالعربيه وحاسس ان انت لا يعني مش مرتاح او العربيه بتدب بزياده او انها ناشفه لدرجه تضايقك. لا، الموضوع متوازن لحد كبير. الحاجه الثانيه ان العربيه دي مش بتاعت ملفات سريعه خالص. طول العربيه محتاج يحترم، وزن العربيه محتاج يحترم. العربيه على قد ما هي متماسكه، على قد ما هي في الملفات بتحس بوزنها جدا. العربيه بتتند انها تاندر ستير بشكل ملحوظ في الملفات، هتلاقيها وانت بتاخد الملف وقارص كده تبدا تتزحلق بره الحاره بتاعتها شويه بشويه. لو قرصت اكتر في الملفات ممكن تلاقي العربيه ظهرها اتزحلق منك سنه، ولكن الموضوع مش خارج عن السيطره. بس انا عايز اوصل لك فكره انها عربيه على قد ما هي ادائها كويس ومميز، على قد ما هي عربيه مش معموله خالص خالص لفكره الاداء الرياضي والجري والكلام ده. وخلي بالك ان الكلام ده في النسخه بتاعه الاول ويل درايف اللي انا جربتها. غالبا نسخه الدفع الامامي العربيه هتبقى اسوأ سنه في الحته دي. فالعربيه في العموم عربيه عائليه جدا، ادائها كويس قوي، ولكن مش معموله للجري والشقلباظات والحوارات دي. طيب بالنسبه لاداء التكييف، اداء التكييف في العربيه دي هيحسسك بالبروده، والبروده دي مش حته اللي هي الساعه، لا بالبروده بجد، انت تبقى بارد. يعني هتوصل من المشوار مش عايز تنزل من العربيه، هتلاقي درجه الحراره قدامك 43 بره وانت قاعد جوه العربيه مستقنيس على الاخر. والفكره مش بس في الهواء الساقع، الفكره في كم فتحات التكييف اللي هم حاطينها جوه العربيه. 4 فتحات قدام، فتحتين في الصف الثاني، فتحتين في الصف الثالث، وكم التحكم اللي محطوط في الفتحات اللي قدام واللي ورا وتوزيعه الهواء ودرجه الحراره والزونز والكلام ده كله. ففي اوبشنز بالهبل في التكييف. العربيه تكييفها ممتاز جدا وهايل جدا، واحيانا بيوصل لمرحله غباء بزياده، فيعني ما عنديش اي تعليق سلبي عليه الحقيقه. تاني حاجه في عزل الصوت، عزل الصوت في العربيه كويس جدا، وانت ماشي في الزحمه مش تسمع اصوات للضوضاء الخارجيه، مش تسمع الزحمه اللي حواليك. عزل الصوت كمان في الهواء كويس الى حد ما، ولكن طبعا بدايه من السرعات المتوسطه 70 80 تبدا تسمع الصوت بشكل اوضح اكتر. تفاعل العفشه مع الطريق مسموع الى حد ما في الرزعات الغبيه شويه او في الحفر جوه العربيه، لكن في المشي العادي لا، اصوات تفاعل العفشه مع الطريق مش باينه قوي جوه المقصوره. فعامه عزل الصوت ياخد 8 من 10 9 من 10 في العربيه، لانه ممتاز وكويس قوي. بالنسبه للامان في سانتا في، فالحقيقه العربيه مدججه بمواصفات الامان. الاول العربيه واخده توب سيفتي باك في IIHS الاختبارات الامريكيه، واخده 4 نجوم امان في اختبارات اليورو انكاب الاوروبيه، والنجمه اللي ناقصه منها دي ناقصه منها على تقييم قليل في حتت من مواصفات الامان الناشط بتاع العربيه. لكن عامه في الاختبارات اللي انا جربتها فيها مستوى الاداء بتاع انظمه الامان الناشط في العربيه كان هايل جدا، وهنتكلم عنه بعدين. عربيه فيها فئتين، من اول فئه فيها 6 اير باجز، فيها كل انظمه الفرامل المعتاده ABS EBD، فيها نظام ثبات الكتروني ASP. العربيه كمان فيها من اول الفئه الاولى بعض انظمه الامان النشط زي البلايند سبوت مونيتورنج. في العربيه بتقول لك لو في عربيات جنبها في النقط العاميه، وفيها الحته الممتازه بتاعه هيونداي بتاعه انها تفتح لك الكاميرا مع الاشارات عشان توريك اللي جنبك. فتجهيزات الامان فيها هايله جدا. من اول تاني فئه بقى بتاخد كامل تجهيزات الامان، فرونت كوليجن وورنينج، تحذير من التصادم الامامي، بتاخد تحذير للخروج من الحاره المريه، وكمان لين كيب اسيست بيساعدك انك تفضل جوه الحاره المريه بتاعتك. ولو جيت تغير الحاره وفي عربيه جنبك، العربيه بترد الدركسيون لو لقيت ان انت هتخبط في العربيه اللي جنبك. والعربيه فيها تحذير من المرور الخلفي لو انت خارج من ركنه عمودي على الرصيف في عربيه بتعدي من وراك، العربيه بتديك تحذير. فالعربيه الحقيقه مستوى تجهيزات الامان فيها هايل جدا، وطبعا فيها ادابتيف كروز كنترول. العربيه بتسوق نفسها على الطريق، تحدد لها بس المسافه بتاعت العربيه اللي قدامك، فهي بتحافظ على المسافه دي ايا كان السرعه اللي انت ظابطها عليها. والعربيه كمان فيها ترافيك جام اسيست، العربيه تقدر تسوق نفسها في الزحمه
بتحدد المسافه برضو اللي بينك وبين العربيه اللي قدامك، ولما هو يقف العربيه دي بتقف، ولما هو يمشي العربيه دي بتمشي من غير ما انت تعمل اي حاجه. فالموضوع هايل جدا في مواصفات الامان، والحقيقه العربيه تاخد 10 على 10 في مواصفات الامان اللي موجوده فيها. طيب الخلاصه بقى في هيونداي سانتا في. اول حاجه السوق المصري ما يعرفش سانتا في كويس جدا، العربيه ما لهاش اجيال متتاليه هنا وما حققتش نجاحات كبيره هنا، ولذلك هتلاقي العربيه ما فيش عليها زخم واهتمام كبير بيها. الحاجه الثانيه ان سعرها عشان جاي في حته فوق ال 3 مليون جنيه، ودي حته في مصر مزنوقه شويه ما بين حته العربيات الفاخره وما بين حته العربيات العاديه، فما فيش اهتمام قوي بالحته دي. فالعربيه ما لهاش اسم مسمع قوي في السوق المصري، وجايه في فئه سعريه ما فيش فيها شغل كتير في السوق المصري. والاهم من وجهه نظري ان العربيه مركزه قوي على الجانب العائلي، والجانب العائلي في مصر عاده ما بيحققش نجاحات كبيره. يعني عندك مثلا عربيات كتير جدا ام بي في وحاجات تانية كتير ما نجحتش بسبب انها مركزه قوي على الحته العائليه دي. حتى في الفئات الاكثر مبيعا رينج مليون 100 مليون 200، العربيات اللي مركزه برضه على الحته العائليه من فئه الام بي في مش هتلاقيها برضه باعت ارقام كبيره ولا حققت مبيعات كبيره. فالازمه هنا ازمه عربيه مركزه على الحته العائليه، ومنافسينها على الرغم ان هم ليهم برضه خيار السبع كراسي ده، المفروض ان هم عائليين بس هم مش مركزين على الحته دي. هم عربيه بتاعت استخدام يومي بس فيها 7 كراسي لو انت عايز تركب معاك عيالك. الجانب ده في سانتا في مع جانب السعر طبعا غالبا ما خلاش العربيه خدت الزخم الكبير اللي ممكن كانت المفروض تاخده يعني. على الرغم من ان العربيه لو تخطيت موضوع الشكل الخارجي وتقبلته، وانا لقيت ناس كتير واتفاجئت بيهم الحقيقه يعني عاجبهم جدا جدا شكل العربيه وشايفين انها شكلها مستقبلي جدا ومختلف جدا، لو تخطيت الحته دي وشفت العربيه بعيدا عن موضوع التصميم الخارجي شفتها من جوه، والاهم لو جربت سواقتها هتقع في غرامها. العربيه حقيقي تجربه متكامله الى حد كبير، سواء في تجهيزات او في اداء او في استهلاك بنزين او مستوى امان او مستوى رفاهيه. العربيه حقيقي خطيره، عربيه تستاهل التجربه حقيقي. مهم امتى تشتري سانتا في وامتى ما تشتريش سانتا في؟ تشتريها لو انت عايز عربيه عائليه كبيره، لو انت عايز عربيه فخمه جدا من جوه، عايز عربيه في تجهيزات هايله، عربيه مستوى امان هايل، عربيه اداء واستهلاك بنزين هايلين جدا، وعربيه مختلفه جدا من بره عن كل العربيات فئتها. ما تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت عايز احسن قيمه مقابل سعر، لان في حاجات باسعار اقل فيها رفاهيه اقل وفخامه اقل، بس يعني ايه باكج عامه ارخص من كده. ما تشتريهاش لو انت عايز عربيه عائليه بس ليها جانب رياضي بتاع اداء وجري وانبساط وكلام من ده، لا هي الجانب الرياضي فيها مش موجود برغم ان الاداء كويس في العربيه. وما تشتريهاش لو انت عايز عربيه مقبوله جدا شكليا من بره، لان العربيه دي على قد ما هي ملفته وعلى قد ما شكلها مختلف، على قد ما في ناس كتير ما بتحبش شكلها من بره. فلو انت من الناس اللي مهتمه قوي باراء الناس حواليك، دي عربيه عليها جدل كبير. يعني مش دي العربيه اللي اي حد يشوفها يعجب بيها، في ناس تعجب بيها قوي وفي ناس ما بتحبهاش خالص. بس كده. فدي الخلاصه بتاعت هيونداي سانتا في. لو عندكم اي اسئله ثانيه عربيه اكتبوا لي في الكومنتات، وقولوا لي كده من وجهه نظركم في رينج فوق ال 3 مليون عربيات السبع ركاب المفضله بالنسبه لكم هي ايه. بس كده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، اتمنى تعملوا لايك وشير الفيديو، توروه لاصحابكم، وتابعونا في بقيه الفيديوهات اللي بنعملها على بقيه المنصات في كلام عن عربيات وكلام عن حاجات تانية. شكرا لكم على المتابعه، سلام.